شكور، أهلا وسهلا فيك. الحمد لله أنك رجعت على بيتك يا شكور، وأخيراً. يا ريتني ما رجعت أصلاً. شو بدك تعملي بشكور؟ هو بالعيون، شو بدي أعمل لك زهور؟ بابا بابا يا روحي، أهلين. بنتي، بابا، إمتى رح يفتحوا عيونك؟ أكيد عن قريب يا بنتي. لا تفكري بحكي أنا وأمك أبداً، ما يهمك. إن شاء الله بابا. سعدو، سعدو، ليكني هون. مو شايفة سعدو؟ ولازم تنبسطي. سعدو رجع من الموت وصحته منيحة، ما رح تسلمي عليه؟ عمي حبيبي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة سعدو، الله كيفك؟ يسلمك. منيح. تعال سعدو، خلينا نفوت لجوا. ايه لعنا. ماشي أخي. قديش حلو تكون مع العالم اللي بتحبهم وبيحبوك. هي العيلة عن جد بتخليني اتأثر كتير. امشي يلا ابني يلا. لا لا لا. يا بنت، سمعتي شو صار بعرفات؟ هالولاد مثل عرفات، كلهم أولاد إخواته لزياد. هي ضيعت زياد درجان. بعد لي هيك انا بدي اقعد لك بعد انت يلا يلا احكي مع فؤاد اليوم انا بدي اقعد بعد ما شوي. اليوم بعد هيك بدي يلا اقعد رح توقعني اصحى. مرحبا يا أولاد، اهلين. اقعدوا محلكم. ليكوا يا أولاد، أنا مثلكم بحبوا العرفات كتير. بدي إلكم بتمنى لو عرفات هون، بس انتو كمان عرفات. يلا لا تزعلوا. يا أولاد، اليوم درسنا هو تركي على الصفحة 11. انتظروني راجعة يا أولاد. لوين رحت الان؟ شو زينب الان؟ والله ما بعرف شو آخ سعدو، سعدو، تعلقنا وتعذبنا، بس أبداً ما كان بدي نأذي حدا من العالم. تعرف نحن ما كنا حاسبين حساب الأم والولد بنوب يا روحي. وبالنسبة لهيلين كلنا حبيناها مثل ما حبيتها أنت. كان بدنا إياها تصير عروسة كاتير أغلو، بس ما صار هالشي. وهاد كان مصيرها لهالمرأة، شو بنقدر نساوي؟ هلأ ما بصير ولا أي حدا من عائلتنا يحكي بسيرتها أبداً، ولا أي حدا من كاتير أغلو، لأنه هلأ هي ماتت هنيك. ما بقى بيناسبك أبداً من هلأ ورايح. خلصنا. عن مين عم تحكي يعني؟ أنا الوحيد اللي بعرفك. هذا أنت واحد شيطان. أنت هيك بتساوي؟ هي أفعال شيطان. يا ربي، سعدو عم يحاكيني هيك، منيح عيوني ما عم يشوفوه، لأنه ما كنت رح أتحمل بنوب. انا سمعت كل شي قلته. انت شو بدك؟ اللي مات مات واللي راح راح. لازم نحن نكفي حياتنا. بس افهمني، هالمشاكل من الماضي. لازم ننسى كل هالمشاكل يا ابني. شوفوا شو صار هلأ. زياد رح يمشي من وشنا. يا عسكري يا شرطي
يا جندي رح يلتحق فيهم بعدين. تذكروا انه لازم نكون قوايا. فهموني بس هالكلمة. أولادي عشيرة ديرجان انتهت كلها. هلأ زياد راح. شو اللي ضل يعني؟ جوري ذكية كتير يا ابني. جوري مهذبة. فكروا منيح بهالموضوع. انت قوي لحالك شكور آغا. ما رح نستسلم للعدو أبداً. عنا كتير أمور نشتغلها مع بعضنا. يا ربي. عبد الله، مرصاد زياد اللي أذاني. كلمات أخي اللي عم يقولها هلأ هي اللي عمتني. يا شكور آغا لا تزعل بترجاك. بس خلونا نشوف شو رح يصير بعدين. خلينا نعرف هلأ. يلا 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 امشوا. يلا أخي سعدو امشي. يلا امشي. ارتاح انت. ارتاح بقى. الله يسلمكن. عندك ضيف يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا جماعة. أهلا وسهلا. سلامتك يا أخي. الله يسلمك. تفضلوا ارتاحوا. سلامة قلبك. تسلمي. الله يسلمكم. شكرا. العفو. آسف ما قدرت أجي على الجنازة، لا تواخذني. ولا يهمك، بس تتحسن أنت منروح كلياتنا من عزيهم. إيه الله يسلمك. خبرني، في أخبار عن حيدر ويوسف؟ في كم معلومة منحكي عليهم بعدين. هلأ لازم ترتاح. جوري بنتي، كل شي رح يتصلح. أنت لا تاكلي هم. بدي روح ماما، أنا اتفقت معك، تتذكري مو؟ بنشوفها. وعدتيني. يلا خلينا نقوم. تمام بنتي. مو هيك قلتي؟ تمام بنتي. بحبك ماما. لك اهدي يا بنت. لك نحن كنا عم نعاني من الموت بهديك المشفى، وانت قاعدة عم تدوري على الحب. شو هالحكي هاد؟ هيك ما بصير ابدا. ايه مزبوط، وانا شاهد كمان. شو؟ أي حب وأي عشق؟ هي نور شافت حدا بنفس المشفى اللي انتو كنتوا فيها من فترة. شو عم يحكي يا زهور؟ وين البنت؟ هون بابا. بنتي احكي لي شو عم يقولوا؟ يا الله بابا، رفقات يعني شو المشكلة؟ أصلاً هو مريض بتطمن عليه. خليني روح شوفه. عبد الله، عرف لي مين هذا الشاب وشو بيعمل ومن وين هو وابن مين، فهمت؟ عرف لي كل شيء عن هالشاب هاد. يا أخي خلينا نهتم بعيونك هلأ. خليني أجيب الدكتور وأنا بعدين بشوف هالولد. بس هلأ أنا برأيي أنه نترك الأولاد بلا ما نتعامل معهم بهالطريقة. عادي كتير، بكرة بينسوا. ليك لا عاد تقولوا اولاد. ما بده بنته يصير لها شيء. عم تفهموا لا؟ ايه سعدو معه حق. إذا ما اهتمينا ببنتنا فكيف بدنا نقدر نحمي شرف عيلتنا؟ بس يا شكور هو لساته صغير. وين الصحفية ملكة؟ وينها؟ ليكا هون هون. افتحي. هذا الصحفي اللي بدك إياه. زياد، أنت؟ مع مين عم تشتغلي وشو بدك انت؟ أنا صحفية، ما بشتغل مع حدا بنوب.
عم أعمل واجبي مثل كل الصحفيين. أنا بس بدي أحكي معك. شو هاي الأخبار لكان؟ تركيني أنا وعيلتي بحالنا وما تتدخلي. لا تخليني أتصرف معك. هاد تهديد؟ أنا ما بهدد. وقت بدي أعمل شي بعمله. وهاد آخر تحذير رح قلك ياه. صدمتني. كنت عم تمشي بالمدينة والأمن عم يدور عليك بكل محل. شو هالجرأة اللي عندك؟ ايه بعرف هالشي. هاي مثل الأخبار اللي بتنشريها. وإذا بتقولي إنه المجرم بالمدينة بتكوني غلطانة، لأنه بصراحة المجرمين بكل مكان ولا تغلطي معهم. وبدي قلك آخر كلمة إلك، حلي عننا. انت ما بتعرفي تصوري ولا من الكاميرا. غيري الكاميرا لكان. ولا انت اخذتي الصور قليلي؟ مو معقول. بدنا الأستاذ كامل. لحظة أستاذ، في ضيوف هلأ إجوا لعندك. جاية. شكراً إلك. ايه تفضلوا، شو بتريدوا؟ أستاذ كامل. ايه كامل، مين انتو؟ تفضل. نحن من أنقرة ومقربين من عبد الله. هو كان هون امبارح. قلي وين فيني لاقيه هلأ؟ 100 أهلا وسهلا فيكن يا أخي، بس أنا ما بعرفك، ومو صح إني أعطي عنوان لحدا ما بعرفه، ولا غلط حكي؟ يمكن تستغرب هلأ، بس أنا كون ابنه لعبد الله. أنت عم تحكي على عبد الله تاني، مزبوط؟ أستاذ كامل، أنا بعرف إنه شو ما قلت ما بتقتنع. بدي أعرف الحقيقة منك. هذا الزلمة سيء. كل ما أسأل عنه يا بيزعجوني يا بيقلعوني. فهمت عليك. ليك اسمع مني، ولا بقى تسأل عن هذا الزلمة. روح على الضيعة تبعه. الطاحونة الكبيرة بنهاية الضيعة هي لإله. شكراً لك. أهلا وسهلا. لحظة، إذا رح تروحوا هلأ أجلوها وروحوا بالنهار. مشكور. استناني هون، ما بطول.
مرحبا زياد. عمي هون؟ هو عم بيستناك كل يوم. بعرف إنك جاي، بس استنيناك كتير وكلنا بنعرف إنك رح تجي. بس أنا عن جد قلقانة زياد. لا تضلي تدوري على حيدر، لأن أنا سبب اختفائه، ويوسف انخطف معه. أصلاً عم بعمل مشاكل بكل مكان، وإنتي مثل الباقي. بس عادي، ما رح تفهموا علي، ما في مشكلة. ليك زياد، ما تخلينا نرجع. هلأ ما وقت النقاش أبداً. خلينا نشوف شو بدنا نعمل. ليش أنت خايف مني أصلاً؟ قلت لك إنه من هون ورايح أنا جاهزة موت معك أنت، مو لحالك. بابا جاي. عندي إحساس إنه حيدر ويوسف عايشين. إحساسي صح، ما تخاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع انه قلت انك ما رح تجي اليوم، بس هي قالت لا، انبسطت. يلا نقعد جوا. يلا عود. زياد، انسى الماضي. بعرف شو عم تفكر هلأ. يا ابني، انت شايف حالك انك سبب اختفاء حيدر، بس كل شي رح ينحل. تأخرت كتير لإجيت لعندي يا ابني. حجتي الوحيدة انه انت امنتني فيك، بس دموع بنتي جوري غاليين علي كتير. انا اعطيتك بنتي بسبب شجاعتك وصدقك، وانك بتعرف كيف تتصرف وتحكي بما انك انت اب. من هون ورايح لازم يعرفوا اهل ديريجان اني انا دايما واقف معك يا ابني، مو حيدر، لانه بعرف كتير منيح انه رح يروح ومو خايف من العدو. بس البشر اللي هون لازم يقاوموا المنافقين والظالمين. بس نحنا ما لازم نعمل هيك بالقتل، ولأنه وقتها بدل ما نحن ندمر الفتنة اللي صايرة، نحن لازم نوقفها. هلأ بدي يكون سفير سلام. بعرف قديش العدو سيء وقاسي. اسمع مني واصبر، خليك قوي، وبدي تسيطر على حالك وتسيطر على كل أفكارك. عمي جبرائيل، مو لازم هلأ نادي لك أبي جبرائيل بدال عمي؟ بس ما خلونا، ما عطونا فرصة لنعيش. قضيت كل حياتي بالسجن، بالمدينة، بالضيعة، بالجبل، دور على السلام، استخدم العقل. بحياتي كلها ما طالعت سلاح على حدا بنوب، لحتى بلش العدو يرمينا، ولحتى بلشوا يقاتلونا، مع أني حاولت أني دافع عننا. هلأ شايف العدو يلي هون طاول كتير علينا. الغلطة يلي ما بتنغفر. كيف منعرف إنه يوسف عايش؟ ما لازم نسأل هلأ؟ الزلمة بيعيش مرتين بحياته، بجسده وبأفكاره. بظن يلي عملته أنا كان هو الصح. واقف واقف، لوين رايح؟ ضيوف شكور آغا. هات الهوية.
امشوا يلا. واقف مين انتو؟ شو جايين تعملوا هون؟ كانوا عم يدوروا على عبد الله اغا، قال انه هو قرايبه. من كم يوم سمعت بكل هدول الاخبار. انت يلي كنت عم تسأل قولوا مين فيكم ابنه؟ أنا. قالوا لي إنه أبي موجود هون. أي أب؟ يلا. شو مين ما كان بده يجي ويقول أنا ابنه لعبد الله؟ يلا امشوا من هون بلا مشاكل. لك اهدى شوي شباك، نحن ضيوف، فهمني بس شو صار لك. والله شكله عبد الله مانو هون بنوب. خلينا نمشي. احسن شيء رح نترك رقم التليفون عندكم، دقوا لنا. حطينا أرقام بكل مكان ما استفدنا شيء. طيب تفضل، هاي الكرت. تفضل أخي. يلا روحوا من هون. بابا أنا بدق لكم. يلا من هون. يلا معلم يلا. يلا. ليك ابن عبد الله، يلا روح يلا. ما بقى بتجيب حدا لهون، فهمان؟ يلا. مين هو هذا؟ ليش مصر يلحقني على كل مكان؟ يا ريت لو فيني أعرف. تمام قلعتن يا أخي. متأكد راحوا؟ راحوا. وحش. منيح. مين أنت ولا كلب؟ مين أنت؟ ليش عم تلحقني ولا؟ مين بعتك علي ها؟ عبد الله شو هالابن؟ شو بيشبهك؟ أي ابن ولا؟ أي ابن هي ألعاب زياد دارجان، أنت ما عم تفهم؟ روح نلع شوف وضعهم، يلا نلع، روح شوف شغلك وبلا مياعة، يلا ولك. اطلع، نحن بدنا نكمل محل ما وقفنا. أنت جيبه على الفيلا وروح خد كل إفادته هنيك، فهمان؟ هاد يكون ابن عبد الله. ابن عبد الله. انتبه منيح، انتبه منيح. يا شيخي أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك. بفضل حضرتك كل الأولاد رجعوا على المدرسة. مع هيك المدرسة لسه فيها مشاكل، بس إذا منقدم على التعليم الوطني بعرف إنه رح تاخد وقت كتير. أنا معك باللي بدك إياه وأنا جاهز لكل شيء. بالأول ما في مي بالمدرسة، بظن إنه الأنابيب فيها مشكلة من فوق ولازم نصلحهم. وتانياً المدرسة بدها دهان كتير. أهلين وعليكم السلام. تمام يا أنسة، خلينا ناخذ شوي من أهل الضيعة ونصلح الأنابيب العطلانة بالأول. وكمان مشان الدهان خبينا شوية مصاري للمسجد، فينا نستخدم منها للدهان كمان. إذا في عندك طلبات تانية قوليلي بدون ما تترددي. شكراً يا شيخي على وقفتك معي، بس مو صح بنوب كمان إني كون ضيفة ببيت الحاج علي ديريجان. أنا كمان كتير ضروري إني جيب شوية أغراض من بيتي من البلد. إذا بتضلي ببيت الحاج علي ديريجان رح يخلي أهل الضيعة مبسوطين، لأنه هلأ شايفينك إنك مثل بنتن ومو ضيفة، فهميها هيك. ليك هنيك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا، شو بدكم؟ اللي أنت بتعرفه لعبد الله شي؟ ليش بدك إياه؟ عبد الله بيكون أبي. أنت عم تمزح معي؟ عم تدور على الموت؟ هالمحل كان لمهران، هنن أعداء أبوك. اطلع من هون بسرعة. يا ربي دخيلك، شو هالأب يلي عندي إياه؟
يا معلم نوري، مين هدول وشو بدهم؟ اجا وقال لي انه هو ابنه لعبد الله. ما بعرف بس عم يدوروا عليه. قلت لي ابن عبد الله؟ ايه وليش ما خبرتني؟ انت بتعرف انه لو خبرتك كان صار مشكلة، مزبوط؟ وانت بكفيك المشاكل اللي وقعان فيها، لا تقرب منهم، ما بدك اياها. يلا خليك بشغلك وانتبه لحالك، يلا. شو الأخبار؟ وينه؟ ليكو جوا. أفضل المحاميين ناطرينك وبدهم توجيهاتك. ليك زياد، مرق علينا ناس أشكال وألوان، وما كنا نظلم حدا أبدا، لا رجال ولا ولد ولا مرأة. هنن اللي عم يجبرونا على هاللعبة الصعبة يا زياد. لو كنت انت بس الهدف كان اسهل عليهم. معناتها الهدف من كل هالمجازر هو انه يخلوا العشائر تقلب على بعضها. واضح وين لازم نصير ندور. إذا هو بأنقرة فواضح شي اللي حكيت عنه من قبل صح. إذا حدا منا الضحية هو أنا. إذا المحكمة ضرورية فأنت بالأصل عينت محامين، ما دخلني بالمحكمة. آغا ما عملنا شي، انت ما عم تعتبرني زلمة لسه. إذا بدك اقتلني أو اعمل أي شي، لأنه ما حدا وجهنا. بدك تضحي بحالك وعم تودع الكل مشان تروح تقضي عليهم كلهم لعشيرة كاتير أوكلو. ليك يا مهران، هن بيفكروا إنه رح يخلص كل شي بس روح أنا. بما أنكم ناطرين، هلأ ارجعوا على بيوتكم مثل الكل، وانت دير بالك. انتبهوا على بعضكم منيح. هلأ قمر زياد ولازم نروح، يلا. زياد، زياد، إذا كنت بالسماء ولا كنت على الأرض، حتى لو تخبيت بالسجن وحتى لو ربطوك بالكلبشات، أنا هو اللي بده يسحب حبل مشنقتك. بس يا بيك انت لمت حالك، الأولاد اللي ماتوا والنسوان. عبد الله، عبد الله، أنا هون معلم. شو عم تعمل؟ ولا شي، بس عم بتفرج. نور رايحة على المدرسة وزهور رايحة على أنقرة، فيك تبعتهم بأي وقت من هلأ. ايه خلص فهمت عليك. هو قصده لأنه مسعود جاي اليوم من أمريكا، الأغا هيك كان بيقصد. بس أنا ما بدي روح معكن. ايه أكيد. أنت ما بدك تروحي على المدرسة لأنه في حب ورومانسية. ما بدنا هذا الحب يا أخي. ايه يا أغا، أنت معك حق بكل شي عم تحكيه. بس يا بابا. بس احكي بتهذيب. يلا يلا. آمين آمين آمين. يا محترمين، اليوم يوم الوحدة والاجتماع، يوم الراحة هو اليوم. مشان زياد بعرف شو عم تفكروا كتير منيح، مشان هالأشخاص اللي ماتوا من فترة
من عائلة الحاج صديقنا علي ديريجان الموقر. بعرف إنكن رح تحطوا العصبية والكراهية على جنب. بحس زياد ورفقاته بدن السلام معنا يا أخواتي المحترمين، لهيك لا تخلونا نكون أدوات لألاعيب شكور. وهلأ في بيناتنا معلمة وهي شافت كل شي صار، وأنا بظن إنه هي مثلنا وعم تفكر بمستقبل أولادنا كلهم مشان يتعلموا. أنا بظن إنه رح تكون معنا بكل الحالات. بدي وصل سلامها إلكن يا جماعة، ما رح نتركها لحالها. أنا وصلتني مشاكل المدرسة، وواحدة من هالمشاكل هي ما في مي بالمدرسة، ووصلت لي فكرة إنه المدرسة بدها تصليح كتير، وأنا بدي مساعدتكن يا أخواني. الله يوفقكن وبكون ممنونكن جميعاً. الله يختار لنا الخير. تمام، برافو عليك يا بنتي. ايه مين حل المعادلة؟ أنا أنت أمت؟ اطلع أنسى. وأنت كمان أمت؟ أنا تعي يا إلين، خلينا نشوف الحل. أهلا وسهلا يا شيخنا. أهلين يا بنتي. بدك يعني اجي لعندك؟ ما في داعي تجي، لا، الكل موجود يا بنتي، مع الأشخاص المناسبين. رح نصلح أنابيب المي، لا تاكلي هم. الله يوفقك. شكراً. ورجيني إلين كيف حليتيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا أستاذ، لوين رايحين؟ يا ابني في عنا مشكلة بالمدرسة، رايحين نصلحها. الله معكم. طلع، أهل الضيعة رايحين يظبطوا المي. لوين رايحة هالمرة؟ بتضل بتدور هون مثل الحصان. أنت تخيل معي إنه الزلمة أو الحصان جنوا بهالضيعة، كانوا عم يفتلوا بالجبال شكلهم، لكو حتى الإمام شكله جن والله. دوروا هون وهون كمان. اللي وينه زياد؟ احكي بسرعة. مين زياد؟ أنا ما بعرفه. إذا ما بتعرف رح خليك تقول الحقيقة كلها بطريقتي. زبطت حصانه امبارح. إيه بس أنا حداد عادي، الكل بيجي لعندي وبيزبط حصانه. إذا هو اللي قصدك عليه فأجا الصبح لهون زبطه وراح. هلا أنت ما بتعرف زياد، هو بيتردد لعندكم كل فترة؟ إيه صح، عن جد شكله هذا هو. فهمت، خدوه كمان. يلا. انت بتعرف ما في ولا اي خبر عن العم يوسف. تمام، رح خبره. ليكو اجا رح حاكيك. مين عم يتصل؟ العم ايمن. شو كان عم بيقول؟ عم يسأل اذا في شيء عن عمي يوسف. بنوب. يا عمي في 2 غرباء اجوا لعند محل نوري وصاروا يسألوا عن عبد الله. مين اللي كان؟ ما بعرف، انا عرفت من نوري بعد ما راحوا. قال كان في واحد منهم ابنه لعبد الله. اتصل بنوري. مرحبا جار، قل لي خير. عود تفضل.
يا ابني جيب لنا نعم. شاي. شو مشان يوسف؟ انسى يوسف. مين اجا اليوم؟ بدهم عبد الله. شو دخلك بعبد الله؟ ما بعرف، كانوا اثنين وعم يدوروا عليه. واحد منهم قال انه ابنه لعبد الله، وقلت لهم انه عم يدوروا بالمكان الغلط. يعني شايفهم من قبل؟ لا، هي اول مرة. يا ابني وين الشاي؟ يلا عمي. يعني ما بتعرف؟ يلا يلا يا اولاد استريحوا بالراحه. يلا اشرف تعال عندي لك شوي. بعد لي بدي اروح اخذ سندويشتي. يلا انتبه على حالك. الله معكن. يلا يلا ركود بعد. يلا اسرع. انا بدي اسبقكم بعده. بعد هيك. معلم صلحتوا الانابيب؟ ايه صلحناها يا ابني. موفقين. ليك صلحوا المي؟ ايه منيح. شكرا يا شيخنا انه صلحتوا المي، عن جد كثير شكرا. ما في داعي يا بنتي، هذا واجبنا. حكيت بهالشي يوم صلاة الجمعة. المصاري اللي بالمسجد رح تنصرف مشان دهان المدرسة كلها. شكرا إلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هون بيكون شكور أوغلو؟ هو هون. مين انت؟ شو هاد تحقيق يعني؟ أنا بكون قرايب عبد الله. بالله؟ انت عم تقول انك قرايب عبد الله؟ ايه. يعني انت هلا شو بدك تقول لي؟ انه انا عمك؟ لا بنوب، هذا أنا ابنه. طيب طلع يا عبد الله، ابنك هون. شو عم يصير هون؟ ما فهمت. طلع، ما تخرب لي مزاجي قبل ما اضربك بهي الجريدة. اطلع بسيارتك. أخي عم أحلف لك إني أنا ابنه. ما شفت حدا تاني تتمسخر عليه؟ في شي مشكلة أخي؟ لا ما في مشكلة. لأنه وصل ابنه لعبد الله. يلا روح. معلم هذا المكان كتير خطير. مزبوط. هذا ابنه لعبد الله. يا الله العالم المجانين. شو القصة هي يا الله؟ استغفر الله، مجانين. سعيد. ايه يا اخي. مين هذا يا ترى؟ هذا ابنك. ليكني جاي لافهم منك، شو عم تمزح معي انت؟ بدي ادور على شي هون لكسر لك راسك فيه، واحد حمار. والله العظيم عم اقول الحقيقة، قال انه هو بيكون ابنك. نحن لازم نجيبوا لها الزلمة ونسأله كم سؤال، بلكي عن جد طلع ابني. اي مو ظابطة، كيف بده يكون ابني؟
خالي بتاخدني على المشفى بكرة؟ منشوف بكرة يا ابني. إذا بده يعيش بفضله رح يعيش مهران كمان. عرفات رح يعيش. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.